السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن أكتر 5 أحلام مفزعة وتفسيرها. أولا، حلم الاختناق في المنام، إن أنا أشوف إن حد بيخنقني. حلم الاختناق في المنام يشير إلى المشكلات والأزمات التي يمر بها الشخص والتي تؤدي إلى إصابته بالأزمات العصبية والنفسية. أسأل الله أن يفرج هم المهمومين، قولوا آمين. ثانيا، حلم الصراخ بدون صوت وعدم القدرة على الكلام. قال ابن سيرين: يعني هذا الحلم أو هذه الرؤية من الدلالات الحسنة التي تشير إلى تحسن حال الشخص اللي شاف الرؤية دي، ومن رأى أنه يريد أن يصرخ ولكن صوته مكتوم، يعني إشارة إلى الزيادة في الرزق والسعادة والفرج الذي سيناله هذا الشخص. ثالثا، حلم السقوط في المنام والوقوع من أعلى لأسفل، يعني غالبا بيكون ده كابوس أو تلاعب الشيطان بالعبد، فعليك أن تحصن نفسك بآية الكرسي وبالأذكار وبسماع سورة البقرة. الإمام ابن سيرين في تفسير الأحلام له قول، قال لك السقوط من أعلى لأسفل المتكرر في المنام يدل على كثرة الذنوب التي يرتكبها العبد وعلى وقوعه في المعاصي، فعليك بالعودة إلى الله. طبعا حلم شلل القدمين في المنام قد يدل ذلك على بعض الصعاب والعراقيل التي تحول بين الشخص وبين ما يتمناه من تحقيق طموح أو هدف. وعند ابن سيرين الشلل القدمين يدل على سفر قريب شاق يتعرض له يعني هذا الشخص الذي رأى الرؤيا. الله يحدث بعد عسر يسرا. خامسا، حلم رؤية الجان في المنام، وتدل هذه الرؤية أو هذا الحلم على وجود أعداء بجانب هذا الشخص الذي رأى الرؤيا يتربصون به ويكيدون له، فعليه أن يأخذ الحذر. وربما تدل على إصابة العبد بالسحر أو العين، إصابة الشخص بالسحر أو العين، فعليه بالرقية الشرعية. قبل ما نختم، أسأل الله أن ينصر إخواننا الفلسطينيين على اليهود المعتدين، قولوا آمين. إن شاء الله الفيديو القادم 5 رؤى أو 5 أحلام تدل على إصابة الشخص بالسحر أو العين. كونوا معنا. أخوكم جمال الدقناوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.